اوكي، النهارده الفيديو المنتظر، بصراحة منتظر بالنسبة لي من زمان قوي قوي، وعايزة اصوره ونفسي اصوره بقالي كتير. كل الكتب اللي قريتها في 2025. بصوا يا جماعة، انا بدأت قراية في شهر 3، وبصراحة كانت احلى ايام حياتي، الايام اللي بدأت فيها ان انا اقرا واتعرف على الكتب واتعرف على الروايات. بصراحة كان باب كبير قوي ليا، كان تحفة، ودي كانت احلى حاجة تقريبا حصلت لي في 2025. فمن غير ما اطول عليكم، قبل ما نبدا الفيديو متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب كل حاجه، ويلا بينا دلوقتي نشوف كل الكتب اللي قريتها في 2025. ركزوا معايا قوي قوي عشان الموضوع ده كبير قوي قوي قوي، وهتشوفوا حاجات كتيره قوي قوي في الفيديو ده. انا اصلا بصور لكم الساعه 1 بالليل، وبكره عندي مدرسه، مش عارفه انا قاعده بعمل ايه معاكم، بس انا مش عارفه، حسيت ان انا ليا نفسي اصور الفيديو دلوقتي. يلا بينا. تحقيقات نوح الألفي كلها، كل كتابات شهد قربان. كتب علمتني حاجات كتير قوي 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 في حياتي، مش عارفه اشيل. كتب علمتني حاجات كتير جدا جدا في حياتي. بارت 2 ورواية خوف. كتب علمتني حاجات كتير قوي 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 في حياتي. بارت 3. انا بجد بقى يعني اعملوا لايك. اكيد ما كنتش هشيل الكم ده كله تاني فوق دول كمان. كتب احلى روايات قريتها تقريبا، هوريها لكم لمين، لمريم الحيسي وسما سامي. هوريكم بقى كل الكتب دي كلها بالتفصيل. اول حاجه قريت سلسله 005 كلها، وروايه سكوربيوس، فدول كده كل مؤلفات شهد قربان، وسلسله لانها كيارة. بس طبعا لانها كيارة اللي هو الجزء الاول انا مديها للميس بتاعتي عشان هي اتحمست للروايه وعايزه تقراها. كل تحقيقات نوح الألفي للكاتبه اللي بعشقها ميرنا المهدي، واكتب حتى لا يكون الشيطان وبتشيني. جماعه اقول لكم على حاجه، بتشيني عجبتني اكتر من اكتب حتى لا يكون الشيطان. خوف، دي كده كل الروايات اللي انا قريتها في 2025. جماعه انتوا لو كنتوا سبتوني اول 3 شهور قريت فيهم، انا كنت دمرت الدنيا بجد. يوم في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، والعادات الذرية، واغنى رجل في بابل. وجماعه فعلا الكتاب ده لو عايزين تبقوا اغنياء فعلا جيبوه. والاب الغني والاب الفقير، الكتاب ده تحفه جدا جدا برضو. ومحاط بالحمقى ومحاط بالمرضى النفسيين. يا جماعه الجزء التاني من الكتاب ده تحفه 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 جدا، واديته لصاحبتي هديه من كتر ما انا عايزاها تقراه. كيف تؤثر على الآخرين وتكتسب أصدقاء، والوحش الذي يسكنك يمكن أن يكون لطيفا، ده تحفة. ويكون مع شخص الذي يجعلك سعيدا. يا جماعة بصوا، كن مع الشخص الذي يجعلك سعيدا، الكتاب ده عندي من 2024 صراحة. تصرفي كسيدة، فكري كرجل. فن قراءة العقول وفن اللامبالاة. صباح استثناء كل يوم، فعلا الكتاب ده تحفة. نظرية الفستق ده لسه بكمله بس لحد دلوقتي تحفة برضو. والعادات السبع للناس الأكثر فعالية. بصوا يا جماعة، دي كده كل الكتب اللي أنا قريتها في 2025. ايه رأيكم؟ ويا جماعة بجد، بصوا دلوقتي هديكوا ريفيوي عن كل رواية أو عن كل كتاب. انا رجل في بابل، الكتاب ده علمني حاجات كتير جدا 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 تحفة. العادات الذرية ما كملتوش، لكن انا من اول الكتاب اتعلمت حاجات كتير جدا، فده معناه ان لو كملتوا لاخر الكتاب اكيد هتلاقوا حاجات احسن من اللي انا شفتها. يوم في حياة الرسول ده مليان سنن كتير، ده يوم الرسول من اوله لاخره حرفيا. وده برضو الكتاب ده مهم جدا لاي حد عايز يعمل مشروع او يبقى غني. والعادات السبع الاكثر مراهقين، حلو جدا. محب المرضى بالحمقى. رواية خوف صراحة ما عجبتنيش قوي، بس ممكن تعجب ناس غيري. بتشيني واكتب هتلاقي كل الشيطان. بصوا الصف ده كده تحفة، خطير 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 خطير. وسكوربيوس الصف ده برضه، الصف ويا لا الصف ده كله برضه، الصف ده خطير، عايشني احلى اجواء حرفيا. تحفة يا جماعة بجد، تحفة جدا. طيب الكتاب ده بقى تحفة، خطير خطير خطير. وده ده حلو، لكن دول بصراحة عجبوني اكتر. وده برضو، وده التلاتة دول، ودول، وده جميل قوي قوي قوي. فبس هي دي كانت كل الكتب اللي انا عملتها، اللي انا قريتها. تعالوا دلوقتي نعمل بيهم برج. هو ده كان البرج بتاعي يا جماعة، حركة هبلة بس حبيتها. طبعا البرج ده مليان كتب وروايات وحاجات كتير علمتني حاجات جميلة، وعشت معاها احلى ايام واحلى اوقات واحلى دقايق وكل حاجة. بجد مش ندمانة ابدا اني دخلت عالم القراية، وهاخدكم معايا عالم الكتاب. وكده يكون الفيديو بتاعنا خلص. لايك وشير وسبسكرايب.